السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب بريب 2 برحب بيكم من جديد. معاكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والنهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض يونت 2 ليسون 2. هنكمل ليسون 2 ان شاء الله. طبعا احنا نزلنا لكم ليسون 2 اللي هو كان فاكتورايزنج الكوادراتيك تراينوميال اللي احنا اشتغلنا عليها، اللي كانت على شكل اكس سكويرد بلس بي اكس بلس سي. وطبعا خلصنا الليسون كله، ولكن قلت لكم ان انا هسيب لكم السولفنج ايكويشنز في فيديو لوحدها، وطبعا جاي النهارده اشرح لكم بقيه ليسون 2. بقول تاني انا بكمل ليسون 2 في يونت 2 في الالجبرا. لو انت ما اتفرجتش على ليسون 2 هتلاقي اللينك بتاعه موجود عندك في الديسكريبشن، روح اتفرج عليه وبعد كده تعالى يلا بينا. بص بقى كده معايا يا حبيب قلبي، ايه موضوع السولفنج ايكويشنز ده؟ طبعا انت اتعلمت ازاي تعمل فاكتورايزنج، وكمان علمتك باستخدام الكالكوليتر، وكان عندنا شكلين في الدرس ده. اول شكل كان لما اجي اقول لك اكس سكويرد بلس 5 اكس بلس 6، ده الشكل الاول، ان هنا يكون الكوفيشنت هنا يكون ايكوال 1. ده كان بارت 1 في الليسون، وحبايبي اللي بيسمعوني هم اللي فاهميني تمام. وطبعا قلنا لازم تتاكد من 3 حاجات، لازم اكس سكويرد واكس ومفيش، او بي باور 2 وبي ومفيش. الحاجة التانية لازم الباور بتاع الفيرست تيرم يكون توايس الباور بتاع السكند تيرم. لو لقيت هنا باور 2 تلاقي هنا باور 1، عادي ان انت تلاقي باور 4 بس ساعتها تلاقي هنا باور 2. كمان الحاجة التالتة والمهمة جدا 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 ان انت لازم تتأكد ان مفيش كومن فاكتور. تمام يا فنان؟ طيب ماشي. طيب في بقى كان انواع مسائل تانية اللي هو بارت 2، اللي انت تلاقي الكوفيشنت هنا مش ب1 بس بشرط ان يكون مفيش كومن. ما هو ممكن هنا تلاقي جنب الاكس سكويرد 2 او 3 او 4 بس يطلع فيه كومن والتو تكون هتمشي. تمام، ده كان بارت 2 وكان ليه الطريقه بتاعته. طيب بمنتهى البساطه هو بيقول لي find the solution set of the following equations in R. تعالى حل معاك السؤال الاول من غير كالكليتور كده افكرك، وبعد كده كمان هقول لك ازاي تحله بالكالكليتور. ادي السؤال الاولاني اهو، المساله مترتبه ومتظبطه. عايز اقول حاجه مهمه، يا رب نكتبها عندك كده في الكوبي بوك، ويا رب نسمع الكلام. لما يقول لك فايند ذا سوليوشن سيت اتاكد ان الايكويشن ايكوال 0. لو انت لقيتها مش ايكوال 0 زي المساله دي يبقى مش هينفع تحل كده، يبقى لازم الاول تدخل ال6 دي جوه، وهنعمل الكلام ده دلوقتي عشان تبقى ايكوال 0. ما علينا. طيب بمنتهى البساطه ادي البراكتس بتاعتي اهي يا حبيب قلبي، ادي الاكس سكوير فكيتها اكس واكس، كنت بدور على 2 نمبرز البرودكت بتاعهم 12 والديفرنس بينهم 4. طبعا 2 نمبرز اعمل لهم ملتبلاي يدينا 12، وهم نفسهم اعمل لهم ماينس يدينا 4. طبعا انت عارف ان انت عندك 2 تايم 6، 2 تايم 6 ايكوال 12، والديفرنس بينهم 4. نيجي بقى للساين حبايبي الحلوين اللي كانوا مذاكرين معايا. لو الساين بتاعت الثيرد تيرم نيجاتيف يبقى النمبر الكبير بياخد زي الميدل بوزيتيف، والتاني بياخد عكسه. طبعا انت كنت بتعمل الكلام ده في الفيديو اللي فات على طول، تمام كده، وكنت بتروح تمام لما انا كنت لابس قميص نبيتي، تمام كده معايا. طيب ماشي، كنت بتعمل فاكتورايزنج كده وتروح. طب دلوقتي ايه الفرق؟ مش هو قال لك ايكوال 0؟ انت قول له ايكوال 0 وروح قسم. يلا الكلام ده احنا عارفينه من قبل كده. يبقى مره الاكس بلس 6 ايكوال 0، تمام، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 6. في بعض الناس المتخلفين جابوا مساله زي دي بالظبط، بس بدل ما كانت ايكوال 0 كانت ايكوال 4. راح قال لك يا مستر يبقى يا اما ده في 4 يا اما ده في 4. الكلام ده في المشمش. عشان بس ايه، الحركه دي مستفزه قوي، مستفزه قوي يا واد. اوعى تعمل كده الله يكرمك. ما بنقولش يا اما ده يا اما ده غير لو كانت ايكوال 0، عشان الرول عندنا معموله لو كان حاجتين التايم بتاعهم بزيرو. تمام؟ مفيش حاجه اسمها لو كانت دي في 4 تقول لي يبقى يا ده في 4 يا ده في 4. تمام؟ طيب مش عايزين نغلط. ماشي، يبقى الاكس ماينس 2 ايكوال 0 ومنها الاكس ايكوال 2. طبعا كده يبقى السوليوشن ست بتاعتك ايكوال ذا سيت اوف نيجاتيف 6 اند 2. طبعا انا حليت بطريقه الناس اللي بتفهم والناس المحترمه. تعالوا بقى نشوف الناس التانية على جنب المحترمين برضو اللي هم بيحبوا يستخدموا الآلة. حبيب قلبي المحترم، انا معيش آلة، انا مش معايا آلة، بس انا عارف الآلة فيها ايه، فانت اعتبرني معايا آلة. تمام؟ طيب بص بقى، احنا عايزين نمسك نفس السؤال ده نحله بالآلة. يلا بينا، انا مش جاي هنا اعرفكم. يلا يا باشا،
الطالب اللي حب من غير الآلة تمام، الطالب اللي حب الآلة تمام، وانا عارف ان انتوا كلكم بتحبوا الآلة وبتحبوني يعني مع الآلة. تمام؟ طيب بص بقى كده معايا. ايه رأيك يا نجم يا فنان يا محترم يعني ان انت لازم قبل ما تستخدم الآلة، ولا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، لازم تتأكد من الثلاث حاجات. ازاي بقى؟ لازم اتأكد ان المسألة مترتبة، والباور هنا توايس الباور هنا، ومفيش كومون الحاجات دي، وايكوال زيرو عشان دي ايكويجن. كل ده متحقق. بص بقى هعمل ايه؟ اكيد انا هعمل البراكتس من عندي، الآلة مش هتعمل البراكتس. تمام؟ واكيد الاكس باور 2 هفكها اكس واكس من عندي. تمام قوي يا استاذ. ولكن الآلة بقى جه دورها. هتكتب عندك مود، دوس يلا اسمع الكلام، دوس مود، وهتلاقي كلمة ايكويجن EQN كده. شوفها نمبر كام عندك. في بعض الكالكليتورز مود بتدوس مود 5-3، وفي بعض الكالكليتورز بتدوس مود 3-3. انت وحظك بقى. يلا المهم ندوس ويظهر لك كده من فوق A B C. تمام؟ طيب دوسنا خلاص الحمد لله. ركز بقى. هنا مفيش حاجة يعني 1. اكتب 1 ايكوال. بص ما تكتبش أكتر من اللي أنا بقوله. قلت لك 1 ايكوال خلاص شكرا. 4 ايكوال. تمام؟ نيجاتيف 12 ايكوال، ودوس ايكوال تاني زيادة من عندك يلا عشان خاطر أنا. أقول لك بقى الآلة جابت لك إيه؟ تعال أقول لك جابت لك إيه. الآلة يا حبيبي جابت لك، ركز بقى كده معايا، نيجاتيف 6 وجابت لك 2، مش فارقة مين اللي يجي الأول. جابت لك نيجاتيف 6 وجابت لك 2. ما هي الآلة بتجيب الإجابة النهائية، بتجيب لك الحل نفسه النهائي. ينفع أنت بقى تروح تقول لي يبقى السوليوشن ست نيجاتيف 6 و2؟ لا طبعا، في المشمش تعمل الكلام ده لو السؤال تشوز فقط أو كومبليت، غير كده ما ينفعش. طب أما أنت تعمل إيه؟ مش الآلة جابت لك نيجاتيف 6 أنت تروح تخليها بلس 6؟ مش الآلة جابت لك 2 أنت تروح تخليها ماينس 2؟ في أي مشكلة؟ اوعى تكون الآلة ما جابتلكش اللي انا بقوله، انا متأكد من كلامي، الا لو انت بقى مش عارف تستخدم الآلة، مش دعوة. ماشي طيب خلاص قسم يلا. يبقى الاكس بلس 6 بزيرو، ومنها الاكس ايكوال نيجاتيف 6، ونفس الكلام هنا يلا. يبقى الاكس ماينس 2 بزيرو، ومنها الاكس ايكوال ايه؟ 2، والسوليوشن 6 يبقى ايه؟ ذا سيت اوف نيجاتيف 6 اند 2. جه نفس الحل، حلينا بالآلة حلينا من غير الآلة. ولكن انا هسألك سؤال، هل دلوقتي بعد ما احنا حلينا، اسالك سؤال كده محترم عشان تعرف ان انا ما برخمش عليك، ده حل من غير آلة وده حل بالآلة، في فرق ولا هو بالظبط؟ انا كمصحح اقدر احدد؟ لا. فهمت بقى؟ فعشان كده ينفع استخدم فيها الآلة عادي خالص. ولكن انت يا حبيبي لو انت بتستمتع كده وبتستقنيص كده وانت قاعد بقى بتحل من غير الكالكليتور، حل من غير الكالكليتور. تمام؟ خلي بالك، هو انا بخليك تستخدم الآلة امتى؟ بعد ما تكون انت خلاص فهمت الطريقة الأساسية، دي رقم 1. رقم 2، انا بخليك تستخدم الآلة بعد ما انت تكون فاهم ان لازم المسألة تبقى مترتبة. ما لو السؤال مش مترتب، ما لو جه واحد متخلف استخدم هنا الآلة مثلا، هيقول لك بقى دخل 1 6، حل غلط المسألة. تمام؟ مش كل المسائل تنفع بالآلة، او كل المسائل تنفع بالآلة بس لو انت فاهم. طيب خلاص، في اي مشكلة كده؟ طيب نحل مع بعض افكار تاني. يلا بينا حبايبي، تعالوا نحل مع بعض السؤال نمبر 3. بصوا بقى كده معايا، انا هعمل ايه؟ المسألة مترتبة، مفيش كومن، خلاص كل حاجة جاهزة. هروح اعمل ايه؟ طبعا هنا حل بالآلة لان هنا الكوفيشنت نوت ايكوال 1، فدي كمان الافضل ليك. احنا طبعا قلنا طريقة هقولها تاني، بس انا عايز افهمك. هروح اعمل اكس واكس. تعالى بقى كده معايا يلا، استخدم الآلة انا اللي بقول لك. اكتب يلا مود 3 او مود 5 3، دخل 2 ايكوال، نيجاتيف 7 ايكوال، ونيجاتيف 4 ايكوال. في اي مشكله كده؟ طب يا ترى يا مستر الآلة هتديني ايه؟ تعالى كده اقول لك حاجه، معلش عشان معيش آلة بس. تمام؟ الآلة هتدي لك، بص بقى كده معايا، الآلة هتدي لك نيجاتيف هاف. نرجع تاني لمسألتنا، خلاص استخدمت الآلة، دخلت 2 ايكوال، نيجاتيف 7 ايكوال، نيجاتيف 4 ايكوال. الآلة هتقول لك نيجاتيف هاف، الآلة اللي هتقول لك كده نيجاتيف هاف، وهتقول لك 4. بالراحة بقى، بالنسبة للفور دي أمرها سهل، هروح أعملها ماينس 4، خلاص شكرا. طب بالنسبة للنيجاتيف هاف دي ركز بقى، النيجاتيف هتخليه بوزيتيف، أدي ال1 أهو، في أي مشكلة؟ والتو اللي تحت دي تحطها جنب الإكس، خلاص يا نجم وشكرا وخلص المسألة.
طبعا ايكوال 0. خلي بالك يا شتا بترجع تعمل نفس الحركه تاني، يبقى يا اما الاكس ماينس 4 بزيرو ومنها الاكس اكيد هتديك نفس الاجابه اللي الاله طلعتها اللي هي 4. طب هنا بقى هتقول لي ان 2x بلس 1 ايكوال 0، تطرد ال1 يلا الناحيه الثانيه، يبقى 2x ايكوال نيجاتيف 1، يبقى الاكس ايكوال هنودي ال2 بالديفايدد نيجاتيف هاف. لازم تديك نفس الاجابات تاني، بس انت عشان بتعمل السبس فبتعمل كده. يبقى السوليوشن ست 4 اند نيجاتيف هاف. طبعا المساله دي اسيبها لك انت، هتدخل ال6 بس جوه اهي وحلها عادي، اكس سكوير بلس اكس وال6 هتخش جوه بالنيجاتيف يبقى ماينس 6 ايكوال ايه؟ 0. في اي مشكله؟ طيب المساله دي تتعامل معاها ازاي يا حبيب قلبي؟ المساله دي هبله، هتعمل الاكس ديستريبيوشن هنا وهنا بالتايم، اكس تايم اكس يبقى اكس باور 2 انا هنا عشان الناس اللي بتسرح، وعندك اكس تايم 8 يبقى 8x بلس 15 ايكوال 0. احلها ازاي؟ خلاص يا نجم النجوم، ادي اكس واكس، تو نمبرز التايم بتاعهم 15 الصم بتاعهم 8 يبقى 3 و5، الاخير بص بالاثنين زي الميدل، طبعا اللي فاهم بيريح بلا قلب بلا بتاع، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3 وهنا الاكس ايكوال نيجاتيف 5، يبقى سوليوشن سيت نيجاتيف 3 اند نيجاتيف 5. في اي مشكله كده؟ طيب عايز بس اقول حاجه اهي المساله اللي كنت بشتم عليها اهو، اوعى حد يجي يقول لي ايه دي يا اما ده ب3 يا اما ده ب3، الكلام ده في المشمش. يبقى نعمل الاكس تايم هنا مره وهنا مره اديله، والنيجاتيف 3 تايم هنا مره وهنا مره اديله تاني، اكس تايم اكس ايوه اكس باور 2، اكس تايم 1 باكس، نيجاتيف 3 تايم اكس بنيجاتيف 3 اكس، نيجاتيف 3 ملتبلاي 1 بنيجاتيف 3، كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 3. طبعا ايه اللي انت بتخافش يا حبيبي؟ ادي الاكس باور 2 تنزل عندك دول لايك دي ترم اكس ماينس 3 اكس، هتعمل بالكالكليتور او بدماغك على حسب، 1 ماينس 3 يبقى نيجاتيف 2 اكس، وعندك ال3 دي هتخش جوه بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 يديك نيجاتيف 6، كل ده ايكوال 0. بقت مساله عاديه وكملها انت يا نجم النجوم. في اي مشكله كده في كلامي؟ الحمد لله خلص الليسون بالتفصيل الممل، انا كنت سايب الحته دي بس. ادي الاكسرسايزز اهو على الليسون، عايزك تحل وما تخافش واخرب الدنيا تمام، ودمر الكلام، رتب يا باشا، ظبط امورك. يعني مثلا هنا المساله مش مترتبه، يبقى انت هتجيب الاكس سكوير الاول، بعد كده 14 اكس، بعد كده ماينس 32، هتحل عادي يا بابا تمام، هتحل عادي ما تخافش. طيب هتعمل عادي اهو، بص تعالى اهو يا عم من غير آلة، اكس واكس اهو، تو نمبرز التايم بتاعهم 32، الديفرنس بينهم 14، 2 تايم 16 ب 32 والديفرنس بينهم 14، طالما ده نيجاتيف يبقى الكبير زي الميدل والتاني عكسه تمام. طيب في حاجه هنا غريبه شويه، الاكس سكويرد جنبه نيجاتيف، ده ما ينفعش، فبتاخد النيجاتيف كومن. كلمه تاخد نيجاتيف كومن يعني غير كل اللي جوه، يلا يعني الاكس سكوير هتبقى بوزيتيف، الاكس هتبقى نيجاتيف، ال30 هتبقى نيجاتيف، واشتغل عادي خالص، والنيجاتيف هيقعد ينزل عادي تمام. انا عايز اقول لك ان المعاصر عامل الافكار بالترتيب، يعني هنا دي كل المسائل اللي فيها براكتس مثلا، كل مساله فيها فكره تمام. طيب دول طبعا انت عارف دول بتعمل لهم تايم ازاي، براكت باور 2 ماينس براكت باور 2 اشتغل عادي، هنا ايه باور 2 وهنا هتحط ال4 بي تمام، وعندك بلس 6 اي بي، ولما تختصر هتلاقي نفسك هترتب المساله وهتعرف تشتغل عادي. انا برضو بحاول اساعدك يعني، كتر خيري. طيب ماشي. وطبعا حل ودوس كمان في الفاكتورايز، طبعا ده النوع ان هنا بتلاقي كوفيشنت تمام. افكركم الطريقه اللي كانت من غير الاله، تمسك ال2 دي تعمل لها تايب في ال1 تبقى 2، يبقى عندك اكس سكويرد بلس 3 اكس بلس 2، وتروح يا باشا تعمل البراكتس بتوعك وتشتغل عادي بليسون 1 بالطريقه الاولى، اكس واكس، تو نمبرز التايب بتاعهم 2، 1 تايم 2، طالما ده بوزيتيف يبقى الاثنين بوزيتيف، بس اوعى تسيب المساله كده، مش انت عملت تايم 2 ارجع اعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا، طبعا 2 ديفايد 2 ب 1 يبقى اكس بلس 1 اول اجابه، وهنا ال1 اوفر 2 ما ينفعش تعمل لها ديفايدد، فاكر كنت بقول لك ايه؟ يبقى ال2 تروح جنب الاكس وال1 يفضل ايه؟ موجود. لو عملت بالكالكليتور، الكالكليتور هتجيب لك نيجاتيف 1 تروح انت عامل بلس 1 هي عشان لو مش باينه، والكالكليتور هتجيب لك نيجاتيف 1 اوفر 2 تروح انت عامل بلس 1 وال2 تحطها هنا. في اي مشكله في كلامي؟ وبكده الحمد لله نكون خلصنا ليسون 2 في يونت 2 بالتفصيل الحمد لله، وانتظروني ان شاء الله في ليسون 3 بالتوفيق ليكم. كان معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والسلام عليكم.